السلام عليكم. النهاردة بقى هنعمل لعبة كده اسمها جاسين جيم بلغة بايثون. اللعبة فكرتها ببساطة ان الكمبيوتر هيختار رقم عشوائي من 1 لحد 100. انت بقى هيبقى عندك 5 محاولات تخمن الرقم ده. لو الرقم اللي انت كتبته اكبر هيقولك جرب رقم اصغر، ولو اصغر هيقولك جرب رقم اكبر، ولو خمنت صح هيقولك كسبت. يلا بينا بقى نبدأ خطوة خطوة ونفهم اللعبة دي بتتعمل ازاي. اول حاجة خالص قبل ما نبدأ نكتب اي كود في اللعبة هنحتاج نستخدم حاجة اسمها random. طيب يعني ايه بقى random؟ random دي مكتبة جاهزة بايثون فيها ادوات بتخليني اطلع ارقام عشوائية، يعني بدل ما انا اختار الرقم بنفسي الكمبيوتر هو اللي يختار الرقم ده لوحده. ده مهم جدا في اللعبة بتاعتنا علشان احنا عايزين كل مرة اللعبة تشتغل الرقم يبقى مختلف. طيب ليه بقى كتبنا import؟ كلمة import معناها ان انا بقول لبايثون هاتلي المكتبة دي علشان استخدمها في الكود. زي بالظبط لما تكون عايز تستخدم آلة حاسبة لازم تجيبها الأول. يبقى import random يعني أنا بجيب مكتبة الأرقام العشوائية علشان استخدمها في اللعبة. أول حاجة بقى أنا هكتب كلمة كلاس، يعني احنا بنعمل قالب أو تصميم لحاجة، يعني احنا بنعمل قالب للعبة بتاعتنا. يعني بنقول أنا هعمل نوع اسمه جيم، ده بقى اسم الكلاس اسمه جيم. يعني ممكن أسميه أي اسم تاني بس اخترنا جيم علشان ده بيمثل اللعبة. مهم جدا نخلي اول حرف بيبقى كابيتال وده اسمه naming convention. اي كلاس او function في بايثون لازم بعدها كولون، ده معناه ان الكولون ده بيقول ان الكود اللي تحت ده تابع للحاجة دي. diff بقى دي معناها اننا بنعرف function، يعني بنعمل مهمة معينة. init دي بقى اهم حاجة. init دي function خاصة جدا بتشتغل اول ما اعمل object من الكلاس. يعني في الاخر خالص لما هكتب جيم بتساوي جيم نفتح الاقواس بتاعتها كده الفانكشن دي بتتنفذ لوحدها. علشان كده بنسميها كونستراكتور، يعني المسؤولة انها تجهز اللعبة اول ما تبدأ. فتحنا بقى الاقواس وكتبنا السيلف، دي معناه ان الفانكشن دي شغالة على نفس النسخة من اللعبة، يعني كل لعبة ليها بيانات خاصة بيها والسيلف بيخليني اوصل للبيانات دي. يعني سيلف دي بالظبط كده معناها النسخة الحالية من اللعبة. كتبنا بقى ماكس التمبس بيساوي 5 وده اسم بارامتر، يعني لما اعمل لعبة اقدر احدد عدد المحاولات. لو ما حددتش حاجة هياخد القيمة الافتراضية 5. يعني تحت خالص لو كتبت الجيم يساوي الجيم وفتحنا الفانكشن هيبقى عندي عدد المحاولات 5. طيب لو انا بقى كتبت 10 هيبقى عندي 10 محاولات. يبقى احنا كده عملنا قالب للعبة وجوه القالب ده جهزنا اول فانكشن بتبدأ اللعبة وتحدد عدد المحاولات. دلوقتي بقى ندخل جوه الانت. اكتب بقى self دوت secret number. self دي النسخة الحالية من اللعبة. secret number ده متغير هيخزن الرقم السري، يعني انا بقوله كل لعبة ليها رقم سري خاص بيها. تساوي يعني اسناد القيمة، يعني بحط قيمة جوه المتغير ده. راندم بقى ديت المكتبة اللي احنا استوردناها فوق. الرانديانت دي اختصار لراندوم انتجر، يعني رقم صحيح عشوائي. كتبت مثلا من 1 لحد 100، يعني السطر ده كله معناه اختار رقم عشوائي من 1 ل100. خزناه جوه المتغير مين؟ secret number. ده بقى الرقم اللي اللاعب هيحاول يخمنه. هنا بقى عملنا ايه؟ هنا يعني عندنا بارامتر اسمه max attempts. هنا بقول القيمة اللي جايالي من بره خليها تبقى جزء من اللعبة نفسها، يعني بقى عندي جوه اللعبة حاجة اسمها self.max_attempts، دي بقى بتخزن عدد المحاولات الكلي. والسطر التالت بقى ده مهم جدا، احنا عندنا max attempts ده العدد الكلي. الاتمس بقى left ده بقى المتبقي. في بداية اللعبة المتبقي ده بيساوي العدد الكلي، يعني لو عندي مثلا 5 محاولات في الأول هيبقى فاضل 5، وبعد كل محاولة هنقلل الرقم ده 1 1. يعني مثلا أول محاولة هندخل رقم، تاني محاولة هندخل رقم، تالت محاولة هندخل رقم لحد ما يخلص ال5، يعني 5 4 3 2 1 0. احنا هنا عملنا 3 حاجات مهمين جدا. خلينا الكمبيوتر يختار رقم سري عشوائي، خزنا عدد المحاولات دي اللي المستخدم يقدر يلعبها، كمان عملنا متغير يتابع كام محاولة فاضلة، يعني جهزنا اللعبة بالكامل قبل ما تبدأ. السيلف دوت ماكس اتمبس ده العدد كل المحاولات، يعني الحد الأقصى اللي اللاعب مسموح له بيه. مثلا لو هو 5 يبقى اللعبة ما تسمحش بأكتر من 5 محاولات، ده رقم ثابت مش بنغيره. سيلف دوت اتمبس ليفت ده عدد المحاولات المتبقية دلوقتي في بداية اللعبة، المتبقي ده بيساوي عدد الكلي. علشان كده كتبنا self دوت اتمبس ليفت بيساوي ماكس اتمبس، يعني أول ما اللعبة تبدأ لو عندي 5 محاولات يبقى فاضل 5 محاولات. بعد أول محاولة نخليها 4، بعد التانية هتبقى التالتة وهكذا. يعني في الأول بيبقوا قد بعض وبعد كده المتبقي ده هو اللي بيقل اللي هو التمبس ليفت. دلوقتي بقى هندخل على أهم جزء في اللعبة
ده مخ اللعبة نفسها. أول حاجة ديف، دي معناها اننا بنعمل فانكشن، يعني بنعمل مهمة معينة. المهمة هنا بتفحص التخمين. كتبنا تشيك جس، ده اسم الفانكشن، يعني معناها ايه؟ افحص التخمين. انا سميتها اسم واضح علشان اول ما اشوفه اعرف بيعمل ايه. احنا بقى الاقواس وكتبنا سيلف علشان الفانكشن دي تبقى شغالة جوه الكلاس وتقدر توصل للرقم السري. جس، ده الرقم اللي المستخدم دخله، يعني اللاعب هيكتب رقم واحنا بقى هنستقبله هنا في المتغير ده. اول شرط بقى كتبت اف، يعني لو جس الرقم اللي المستخدم كتبه يعني اكبر من السيلف دوت سيكريت نمبر، يعني الرقم السري. يعني لو الرقم اللي اللاعب كتبه ده اكبر من الرقم السري هنعمل ايه؟ يعني بقى هنقوله ريتيرن، يعني رجع لي النتيجة دي. الفانكشن هنا مش بتطبع، هي بترجع رسالة، يعني بتقول الرقم كبير قوي جرب رقم اصغر. طب نقليف، دي بقى اختصار كلمة else if، يعني لو الشرط الاول ده ما اتحققش جرب ده. لو الرقم اصغر من الرقم السري هنرجع الرسالة دي، هنقوله يعني الرقم ده صغير جرب رقم اكبر. كتبنا بقى else، دي بقى بتتنفذ امتى؟ لو الشرطين اللي فوق دول ما اتحققوش، يعني الرقم مش اكبر ومش اصغر، يبقى ايه؟ يبقى مساوي للرقم السري اللي هو في البرنامج، يبقى ده correct you win. انت كده كسبت. يعني الفكرة كلها كده، الفانكشن دي بتعمل 3 احتمالات بس. لو التخمين اللي انت كتبته اكبر هيقولي ان الرقم ده اصغر، لو اصغر هيقولي ده اكبر، لو مظبوط خلاص انت كسبت. يبقى الفانكشن دي مسؤولة انها تقارن الرقم اللي اللاعب كتبه بالرقم السري اللي هو موجود في الكمبيوتر وترجع لي رسالة مناسبة، يعني هي الحكم بتاع اللعبة. دلوقتي بقى هنكتب الفانكشن اللي بتشغل اللعبة. هنكتب def start، يعني بنعرف فانكشن جديدة. اسم الفانكشن اسمها start علشان هي اللي هتبدأ اللعبة، يعني دي الزرار اللي بيشغل كل حاجة. سيلف دي علشان تقدر توصل لحاجات جوه كلاس زي مثلا عدد المحاولات. اول حاجة كتبنا برنت، ودي رسالة ترحيب بس، اول ما اللعبة تشتغل تقول للاعب اهلا بيك. تاني بقى برنت، دي مهمة جدا. كتبنا قبل الكلام اف، دي اسمها اف سترينج، يعني اقدر احط متغير جوه الجملة. دي معناها فتحنا الاقواس وكتبنا سيلف دوت ماكس اتمبس، دي معناها ايه؟ هات قيمة عدد المحاولات وحطها مكانها في الجملة. يعني مثلا لو عدد المحاولات 5 هيقولك you have 5 attempts، لو خليتها 10 هيقولك you have 10 attempts، من غير ما اغير الجملة نفسها. يعني الفانكشن start دي اول ما ننادي عليها بتعمل حاجتين بس، بترحب باللاعب كمان بتقوله معاه كام محاولة. دلوقتي بقى هنكتب الجزء اللي بيخلي اللعبة تفضل شغالة لحد ما المحاولات دي تخلص. انا دلوقتي كتبت while، ودي معناها طالما، يعني طول ما الشرط ده صح اللوب دي هتفضل تكرر نفسها. سيلف دوت اتمبس ليفت، يعني طالما عدد المحاولات المتبقية دي اكبر من الصفر، يعني طالما لسه في محاولات اللعبة تفضل شغالة. اول ما المحاولات دي توصل صفر كده اللوب هتقف. السطر ده بقى اول حاجة الانبوت، دي بقى بتخلي المستخدم يكتب حاجة، الرسالة جواها دي بتظهر له وهو بيكتب انت. ليه بقى حطينا انت؟ علشان انبوت بترجع نص سترينج واحنا عايزين الرقم عشان نقارنه، فلازم نحوله لرقم صحيح. جس بقى اللي احنا حطيناها فيه، يعني الرقم اللي المستخدم كتبه ده خزنيه في متغير اسمه جس. يعني احنا كده من السطر ده خدنا التخمين من اللاعب. السطر هنا بقى احنا استدعينا الفانكشن اللي احنا عملناها فوق اسمها شيك جس، وبعتنا لها الرقم اللي المستخدم كتبه، وهي بقى هتعمل مقارنة وترجع رسالة، والرسالة دي اتحفظت في متغير اسمه result. كتبنا print result، ده بقى بيطبع النتيجة اللي رجعت من الفانكشن، يعني يا اما رقمك كبير يا اما رقمك صغير يا اما كسبت. يعني اللوب دي بتاخد رقم من المستخدم ماشي، تبعته للفانكشن تفحصه تمام، هتطبع النتيجة وتفضل تكرر لحد ما المحاولات دي تخلص. دلوقتي بقى هندخل على الجزء اللي هو يا اما تكسب يا اما جيم اوفر. اول حاجة كتبنا اف، معناها لو جس الرقم اللي المستخدم كتبه بتساوي دي مقارنة، يعني بيساوي مش بتساوي اللي هي الاسناد. بعد كده كتبنا السيلف دو سيكريت نمبر، يعني الرقم السري. يبقى السطر ده كله معناه لو الرقم اللي المستخدم كتبه بيساوي الرقم السري. دي بقى مهمة جدا. بريك معناها اخرج فورا من اللوب، يعني اول ما يخمن صح اللعبة دي هتقف فورا وما نكملش باقي المحاولات، كأنه كده زرار ايقاف. السطر بقى اللي بعده ده بقى بيتنفذ امتى؟ لو ما خمنش صح. وماينس بيساوي الواحد، دي معناها ايه؟ السيلف دوت اتمس ليفت بيساوي السيلف دوت اتمس ليفت ناقص الواحد، يعني نقص واحد من عدد المحاولات. كل مرة بيخمن غلط المتبقي بيقل واحد، يعني مثلا 5 بقت 4 بقت 3 بقت 2
بقت 1 بقت 0. والسطر اللي بعده بقى اللي هو برنت ده بقى بيطبع عدد المحاولات اللي فاضلة، يعني بعد ما نقلل نقوله فاضلك كام. والجزء الأخير ده بقى بيتنفذ بعد ما اللوب دي تخلص. تعالوا كده نفهمه مع بعض. نقول مثلا لو المحاولات بقت 0، يعني اف الصفر دوت اتم صفر دي بيساوي الصفر، يعني خلاص كده الفرص كلها خلصت. and ودي معناها يعني الشرطين لازم يتحققوا مع بعض. الجس لا تساوي الصفر the secret number، يعني اللي هي علامة يساوي علامة تعجب دي معناها لا يساوي، يعني آخر تخمين مش هو الرقم الصح. يبقى الشرط كله معناه لو المحاولات خلصت وهو ما خمنش الرقم صح هعمل ايه؟ اتبع له جيم اوفر وقول له الرقم كان كام علشان يعرف الرقم اللي هو كان مفروض يخمنه. يعني الفكرة كلها هنا ايه؟ لو خمن صح بريك نخرج فورا، لو غلط نقلل المحاولات، لو المحاولات خلصت ومش صح جيم اوفر. يبقى كده عندنا حالتين بس، يا اما تكسب وتخرج فورا، يا اما تخلص محاولاتك وتخسر واللعبة تقولك الرقم كان كام. واخر بقى سطرين في اللعبة وده اهم جزء علشان اللعبة تشتغل اصلا. كتبنا الجيم بتساوي الجيم بحرف كبير وفتحنا الاقواس. فاكرين احنا عملنا ايه فوق؟ عملنا كلاس اسمه جيم، وده كان مجرد قالب اللي هو الجيم بحرف الكابيتال ده كان مجرد قالب، لكن لحد دلوقتي مفيش لعبة حقيقية اتعملت. الجيم وفتحنا اقواس، لما بكتب الاقواس دي انا كده بعمل نسخة جديدة من اللعبة دي اسمها اوبجكت، يعني خزنت النسخة دي في متغير اسمه الجيم اللي هو بحرف صغير ده، فبقى عندي لعبة فعلية اقدر اتعامل معاها. واول ما كتبنا الجيم وفتحنا اقواس function init اشتغلت لوحدها واختارت رقم سري وحددت عدد المحاولات. هنا بقى بنقول للعبة ابدأي جيم دوت ستارت. جيم دي النسخة اللي احنا عملناها، start يعني روحي شغلي الفانكشن اللي اسمها start، وساعتها تطبع رسالة الترحيب طول عدد المحاولات وتدخل في اللوب وتبدأ التخمين. هنا بايثون عمل ايرور لان كتبنا الاف هنا بتاع الجيم اوفر دي جوه الشرط. فالصح انه الاف اللي بيشوف اذا المحاولات خلصت ولا لأ لازم يكون على نفس مستوى الوايل مش جوه حاجة تانية. تعالوا كده نعمل رن. اشتغلت معانا اللعبة. تيجي اكتب 50. هنا الغلطة ايه؟ بيقول اللعبة مش لاقية الفانكشن اللي اسمها تشيك جس. السبب غالبا حاجة بسيطة غلط في الكتابة، يعني بيقول لي did you mean kick guess، ده معناه ان احنا كتبنا تشيك جس غلط علشان كتبنا الكي بدل اتش. الصح ان احنا نروح نعدل الفانكشن بتاعتنا. يلا بينا بقى نجرب اللعبة على طول ونشوف هتشتغل ازاي. اول ما هنعمل رن هتطلع لنا رسالة تقولنا enter a number between 1 و100. دلوقتي انا هختار 50 كرقم اولاني عشان يكون في النص. اللعبة هترد عليا تقولي to high try a smaller number، يعني الرقم اللي احنا اخترناه ده كبير شوية جرب رقم اصغر. نجرب دلوقتي 40 هتقولنا تاني try a smaller number. نجرب 30 هتقولي try a bigger number. دلوقتي هنجرب مثلا رقم اقرب شوية 35. هنجرب كمان ندخل 32 هيقولي correct you win، يعني كسبنا اللعبة. قالت لنا الرقم الصح وفعلا انتهت الرقم كان 32. كده نجرب مرة تانية ونشوف بقى هيحصل ايه لو التخمين ده غلط. اول ما نعمل رن هتطلعنا الرسالة، فهنكتب مثلا 50. اللعبة هترد علينا تقولنا ان هي bigger. المفروض ان انا ادخل رقم صغير شوية بس انا هجرب رقم اكبر عشان تطلع لي game over. دلوقتي بقى نجرب دلوقتي 60، بعد كده 61، بعد كده 65، بعد كده ندخل 66 هيقول لي جيم اوفر، والمفروض الرقم الصح يكون 54. يبقى كده عملنا لعبة اسمها جيسنج جيم من الاول للاخر. اتمنى تكونوا استفدتم كتير واشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. سلام.